السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا أخواتي في فيديو جديد على قناة كوزين أم يحيى. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم وفي إطار التحضيرات الرمضانية جيت نشارك معكم الصفوف نزولا تحت طلب بعض الأخوات اللي كانوا جربوا الصفوف اللي شاركت معكم السنة الماضية وعجبهم، وقلت علاش لا اللي ما نشاركوش معكم هذا العام كذلك. الصفوف اللي كيجي اقتصادي وصحي وكيدوم معك مده طويله بلا ما كيغوى بلا ما كيطرالو حتى شي حاجه. كنتمنى نتوما كتشاهدوا هذا لا فيديو تكونوا في افضل الاحوال وفي صحه جيده ان شاء الله يا ربي. ولا كنتي اختي اول مره كتشاهدي القناه اشتركي وفعلي الجرس باش توصلي بكل جديد، وما تنساونيش كما تنقول لكم من لي لايك ديالكم والتعاليق لانها كتعطيني دافع قوي وتشجيع كبير باش نواصل. ما نطولش عليكم لا فيديو، ندوزو للتحضيرات ديال الصفوف ديالنا. وكما كنعرفوا جميع ان اولى التحضيرات ديال توجد ديال الصفوف هي الزنجلان. من بعد ما كناخذوا الزنجلان وكنغسلوه خصنا نقيوه مزيان. الا كان شي زنجلان اللي ما منقيش وكاين اللي كيكون واخا منقي كتعاودي فيه التنقيه، بحال دابا انا هذا خديته كان منقي واخا ذلك كنت لقيت فيه داك الحبه الكحله، حاولت انني نقيه مزيان. من بعد كندوز للدقيق اللي كنحمروه حتى هو على هذا الشكل هذا. بالنسبه للدقيق انا خديت 2 كيلو ديال الدقيق، خديت فورس كيلو فورس وكيلو ديال الزرع اللي حمرتهم غير هكا في كوكوط كما كتشوفوا. حاولت انني نحمرهم مزيان. بالنسبه الكاوكاو واللوز عندي كيلو ونص ديال اللوز وكيلو ونص ديال الكاوكاو. من بعد ما كنمسحهم كما شفتوا هنايا خديت اللوز، خديت واحد الفيطه اللي غادي نمسحو مزيان، غنحيد منه داك الغبره وداك الاوساخ اللي تتكون فيه. غنديرو في واحد الطاوه الفران، غندهنو بشويه ديال الزويته وغندخلو على واحد النار اللي غتكون مهيله. نفس الطريقه ديال الكاوكاو ديال اللوز عفوا كنديرها في كاوكاو، لان هاد الصفوف ديال هاد النهار ان شاء الله اللي غنحضر معكم غندخلو فيه كاوكاو. اللي ما بغاش يدير كاوكاو يقدر يستغنى عليه، ولكن راه صراحه انا ما كنتش كنديرو في الاول وليت كنديرو لانه كيعطي واحد المذاق حتى هو زوين وصحي، من غير انه المذاق راه انه فيه واحد المنافع اللي كثيره صراحه. اللوز الكاوكاو هنا كندوز كنحمر الزنجلان ديالي كما شفتوا حتى هو كنحمرو غير في الكوكوط. خديت مقدار ديال 2 كيلو اللي من بعد ما نقيتها حمرتها. هنايا خديت واحد نص كيلو ديال اللوز ونص كيلو ديال الكاوكاو اللي حمرته، اللي من بعد ما سلقتهم نقيتهم وحمرتهم هكا في الزيت، لان قليتهم عفوا في الزيت ان هاد الزيت غنضيفها في الصفوف. صافي من بعد ما كنوجد داك التحضيرات كامله وكنطحن اللي خصو يتطحن، غندوز باش نخلطوا الصفوف ديالنا. وبالنسبه للمقادير غادي نعطيها لكم هنا مضبوطه. خديت كيلو ونص ديال الكاوكاو اللي مطحون، كيلو ونص ديال اللوز مطحونه محمرين هادو مطحونين، كيلو ونص ديال الزنجلان مطحون حتى هو محمر ومطحون، عندي 2 كيلو ديال الدقيق اللي مخلطه ما بين فورس وزرع. والزرع حتى طحنته مزيان، من بعد ما حمرته طحنته مزيان في الطحانه، زدت ليه واحد شويه ديال المليحه. عندي 700 غرام ديال سكر كلاصي، وواحد 300 غرام اللي خديت ديال الزنجلان اللي طحنتها مزيان على شكل بخاليني هي وكاوكاو. كاوكاو حتى هو لانه كيطلق الزيت ديالو، طحنته مزيان وزدت ليهم هادو بجوج واحد نص كاس ديال الزيت البلديه. بالنسبه للزرارع الاخرى خديت 5 المعالق من كل، من حبه حلاوه النافع القرفه وواحد المعلقه كبيره ديال المسكه الحره، والكوزه خديت حبه ونصف اللي حكيتهم مزيان كما كتشوفوا هنايا. من بعد ما طحنت كل شيء غادي ندوز، خديت واحد البانيو كبير، ما بغيتش ناخذ قصريه لانه ما غاديش تسع ليا فيها الكميه كامله اللي غادي نخلط. بانيو غيجمع ليا كل شيء وغادي نخلط فيه مزيان وغادي نتحكم في القوام ديالي كما شفتوا هنا. من بعد ما كنخوي داك الطحين ضفت داك كاوكاو واللوز اللي محمرين، عندي 5 المعالق من كل، من النافع القرفه حتى هي 5 المعالق، حبه حلاوه حتى هي كندير 5 ديال المعالق منها. الزنجلان كما قلت لكم خديت 2 كيلو ونص كيلو خليته، وكيلو ونص اللي طحنته مزيان وضفته حتى هو مع القوام. هنا الكوزه درت كوزه ونصف بالنسبه لهاد الكميه هذه، اللي ما بغاش يكثر الكوزه يقدر يدير غير حبه ديال الكوزه، ومعلقه كبيره ديال المسكه الحره. عندي 700 غرام ديال سكر كلاصي
كنشد هاد المكونات كامله وكنحاول انني ندخلها في بعضياتها، كندخلهم مزيان. من بعد عاد كنجيب كنضيف داك البخاليني ديال كاوكاو اللي حضرت، وديال اللوز ديال الزنجلان عفوا، لان داك الزنجلان تيكون تيطلق الزيت وكاوكاو حتى هو تيكون مزيت. طحنتهم مزيان كما قلت لكم، ضفت لهم نص كاس ديال الزيت البلديه. عندي هنايا نص لتر ديال الزيت البلديه ونص لتر ديال داك الزيت اللي قليت فيها اللوز وكاوكاو، ضفتها حتى هي لهذا الخليط هذا صافي. وكنبدا كندخل هذا الشيء كامل مع بعضياتهم. وكما تنعرفوا داك البخاليني ديال كاوكاو والزنجلان لانهم ميدمين، راه هما كيطلقوا لنا حتى هما بحد ذاتهم كيطلقوا لنا الزيوت ديالهم في هاد المكونات هذه كامله. يعني بهذه الطريقه هذه ما كيدخلش ليا الزيت بزاف في الدقيق في الصفوف ديالي صافي. من بعد هنا غناخذ واحد نص كيلو ديال الزبده، من بعد ما ذوبتها على شكل نوازيط غنضيفها للخليط ديالي في الاخير. وعاد غادي نبدا ندلك مزيان هاد الصفوف هذا. راه كيجي صراحه واحد الصفوف اللي معلك و يعني ما فيش قوه ليدام. انا الكميه هنا راه درت كميه كثيره تبارك الله، راه خرجت ليا واحد الكميه لا باس بها صافي. كنحاول انني ندلك مزيان داك الصفوف. حتى كنحصل على واحد النتيجه في الاخير. يعني حنا كنجمعوا وحنا كنشوفوا واش باقي ناشف او لا، يعني بارك عليه من الزيت. وكل واحد كيبقى على حسب كيفاش كيبغيه. كاين اللي كيبغيه يكون ناشف، كاين اللي كيبغي يكون عاوتاني فيه الزيت، كاين عاوتاني اللي ما كيبغيش يدير السكر كلاصي يدير العسل. غير هو العسل خصها تكون طبيعيه، ما تكونش عسل ديال السكر صافي. هنا من بعد ضفت واحد 300 غرام ديال الزنجلان اللي خليتها صحيحه، و300 غرام ديال اللوز اللي حمرت غير هرمشته وضفتو هكا. يعني فاش كنضيفوه كيعطينا واحد اللذه وواحد تقرميشه حتى هي في الصفوف ديالنا. يعني وحنا كناكلوا داك الصفوف كنحسوا بواحد المذاق اللي زوين، وكنحسوا بواحد القرمشه وبواحد التعليكه اللي كيجي رائع بها. وكما تنعرفوا ان الصفوف راه ضروري في المائده الرمضانيه اولا في داك الشهر الكريم. ملي كنحطوه هكا من مور كل واحد وقت اللي كيبغي يحطو فيها. كاين اللي كيبغي يحطو هكا مع مور الافطار اولا من بعد العشاء، اولا كاين اللي كيبغي يتسحر به هكا صافي. بهذه الطريقه كنكونوا حضرنا الصفوف ديالنا اللي كيجي معلك وصحي ومقرمش. تقدري تحتفظي به لمده اطول وما كيطرى ليه حتى شي حاجه، ما غيغوى ما غادي يغمال ما غتبدلو المذاق ديالو. تحتفظي به هكا في الكونجيلاتور اولا تحتفظي به حتى مثلا مور رمضان مده ديال شهر ما غيطرى له حتى شي حاجه. وبهاد المقادير اللي عطيتكم بهاد الطريقه كنكونوا حضرنا واحد الصفوف اللي كيجي لذيذ ورائع وصحي معلك، ما فيش قوه ليدامات بزاف. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه حتى نتوما، لانه سبق لي وحضرته السنه الماضيه وشحال من متتبعه جرباتو يعني وشكراتني عليه. ولهذا نزولا عن الطلب ديالهم قررت انني نعاود هاد المقادير هذه وبهاد الصفوف هذا. راه كيجي صفوف اللي غزال ورائع ما تشبعوش منه. غير هو بالنسبه للسنه الماضيه كنت ما كثرتش من كاوكاو، وكنت ضفت ليه جوج ديال المكونين. كنت ضفت ليه الصوجا وايلان اللي كانوا محمرين ومطحونين، ضفتهم يعني وكيعطيو واحد المذاق اللي زوين وكيجي صفوف اللي صحي. غير هو ما كيخصكش يطول معاك. هاد الصفوف هذا قررت انني نديرو لانه بغيت نحتفظ به مده اطول، داكشي علاش ما ضفتهمش. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. ما تنساونيش كما تنقول لكم من لي لايك ديالكم وتشجيعاتكم اللي كتخليني صراحه نواصل ونعطي مزيد من الوصفات مزيد من الافكار. دعمكم صراحه تيشجعني وتيخليني مستمره. شكرا مره اخرى على المتابعه، وعواشركم مبروكه بالصحه والسلامه. اللهم بلغنا رمضان بكل صحه وسلامه وعافيه ان شاء الله يا ربي، والى فيديو قادم ان شاء الله.